بيقول لك مره مدرب سباحه جوز مدربه جمباز. ثانيه واحده، انا ما بتريقش على مصطفى غريب، ولو انت داخل وفاكرني هتريق عليه كمل الفيديو عادي، يعني مش هقدر اقول لك ما تتفرجش. مبدئيا كده الكونغ فو في حياه بو هو تمثيل بالنسبه لمصطفى غريب، وعشان نقول ازاي هم شبه بعض لازم نقول قصه كل واحد منهم باختصار كبير جدا. نبتدي ببو. قصتنا بتحكي عن دب باندا بيحلم انه يبقى اعظم مقاتل ومعلم كونغ فو في التاريخ، مع انه بينهج وهو طالع السلم. لحظة، الدرجة. شخص عادي واقل من العادي كمان، شغال في مطعم نودلز بقريه ريفيه، مبهور زيه زي بقيه القريه بالجبابره الخمسه، ويمكن مبهور اكتر منهم كمان. وبالرغم انه ما حاولش يحقق حلمه لانه اصلا ما جاش في باله ان ده شيء ممكن، بس كان عنده حلم تاني مش مستعد يتخلى عنه، انه يشوف التنين المقاتل. وعشان كده لما الظروف منعته استخدم الالعاب الناريه وطار ووقع جوه القصر، ولما فتح عينيه لقى الحكيم اوجويه بيشاور عليه وقال له في ايه. راح اوجويه مسك ايديه وقال له انت تنين المقاتل، وبالفعل اختاروا اوجويه عشان شاف فيه اللي ابوه والقريه كلها ما شافوش فيه، حتى هو ما كانش شايف ده في نفسه. ومن هنا بمساعده اوجويه تحول بو من طاهي لنودلز للتنين المقاتل. هل فهمت؟ أترى التنين العملاق؟ استعد لمواجهة العاصفة. هذا روعة. على الجانب التاني من القصة مصطفى غريب، بداية قصته كانت متواضعة جدا زي بو. بيتولد بقرية ريفية بمحافظة الشرقية، وبيدخل عالم التمثيل من أصغر أبوابه، لكنه حب العالم ده وانبهر بيه، لكن ما كانش بيحلم يبقى ممثل محترف، ما جاش في باله أصلا. وكمان حب التمثيل في مصر مش كفاية عشان تبقى ممثل محترف، ومع إنه عارف ده كويس كمل في التمثيل مع الهواة في أصول الثقافة بجانب دراسته. وبالفعل دخل كلية ثروة سمكية بترشيح من واحد صاحبه على أمل إنه يطلع قبطان، واستمر في الكلية دي سنتين. وفي يوم كلم واحد صاحبه اللي بقاله سنة متخرج من الكلية دي، لقى شغال أمن في العين السخنة. ما انا بقى قضيت سنتين، كان قريبي ده اتخرج بقاله سنه. فكلمته قلت له انت شغال في ايه ولا عملت ايه؟ قال انا شغال سكيورتي في العين السخنه. قلت له دي مش محتاجه شهاده، يعني انا كان ممكن اشتغلها عادي من غير حاجه يعني. بس يعني اروح اقدم وهقبل يعني. قال لي ما هي دي مرحله بس كده تبقى قريب من البحر. بس برضه كان مستمر في التمثيل في أصول الثقافة، وعلى حسب ما حكى مصطفى إنه كان بيمثل في مسرحية في احتفالية من احتفاليات السويس، ومن هنا شافه أوجويه وشاور عليه دكتور في معهد فنون مسرحية، وقال له أنت خسارة لازم تقدم في المعهد، وساعده ومرنه على اجتياز اختبارات المعهد، وبالفعل كان السبب في نجاح مصطفى. خدني المسرحيه يا مستر، انا نفسي ابقى ممثل. لحد دكتور عاصم نجاتي كان من اكتر الناس اللي فرقت بقى في حياتي، وهو ما فيش بيني وبينه سابق معرفه كده. فجي عندي كده وراح قال لي انت لازم تقدم في معهد فنون مسرحيه. قال لي خد رقمي وتابعني وسيبك من اللي انت فيه ده، انت لازم تقدم معهد فنون مسرحيه. فابتديت اتابعه كده، وراح بص عليا على المدرجات اللي عملتها ورحت مقدم في معهد فنون مسرحيه ونجحت. ده كان الشبه بين مصطفى غريب وابوه في القصة، في الظروف المحيطة، في الشخص اللي آمن بيهم وأخذ بإيديهم وساعدهم عشان يوصلوا للي بيتمنوه. والشبه هنا مش بس في القصة والظروف، دي في الشخصية كمان. يعني هما الاتنين من الريف، هما الاتنين كانوا بيحلموا يوصلوا لحاجة مستحيلة. أما الأكل يا سلام، الاتنين طبعا بيموتوا فيه. اي فرصه بتيجي للاكل كلنا بناكل حتى لو شبعانين. يعني احنا قاعدين كده في فرح ونازلين من البيت واكلين عادي، فجت فرصه انهم هيدوا وجبات ناكلها. عرفت أنني لا أكل بكامل طاقتي. وخفة الدم حدث ولا حرج، طبعا الاتنين دمهم خفيف. تتشوق قبضتي إلى العدالة. هذا صوت قبضتي. هل تبحث عني؟ تسرعت في السؤال صحيح؟ المسكينتين. ده حتى الانبهار بالنجوم مشتركين فيه، وفضل الانبهار ده موجود ومستمر حتى وهم منهم، ويمكن عدوهم في النجومية كمان، يمكن بسبب البساطة، يمكن بسبب العفوية. كل الصفات دي خلتني أشوف مصطفى غريب بوه السينما المصرية. وما تنساش الحلقة دي كانت وجهة نظر طازة ومستوية وغنية. أنا كده خلصت، بس أنت لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الحلقة دي ما عجبتكش اتفرج عليها تاني. سلام.